في ليلة انقسمت مدينة ميلان الإيطالية إلى قسمين، هذا يعشق الأحمر إلى النخاع وبتاريخه يتغنى، وذاك يعشق الأزرق وفي حبه يهيم، في مباراة لا تحب أن تنتهي وفي كلاسيكو إيطالي خالص. في ليلة من ليالي الأبطال لم يكن أشد المتفائلين من جماهير الإنتر ولا أشد المتشائمين من جماهير الروسونيري يتوقع هكذا نتيجة. إنتر عرف كيف يستغل الفرص وضرب ميلان في لحظة غفلة بهدفين جعلت الأحمر لا يعرف طريق العودة طوال 90 دقيقة. إنتر بهذا الفوز وضع قدما ونصف نهائي اسطنبول في انتظار التأكيد في مباراة الإياب. ميلان الذي لم يعرف طريقا لنهائي دوري الأبطال أكثر من 16 سنة، ها هو الآن حلمه بدأ يتبخر بعد هذه الثنائية، إلا إذا حكمت الكرة بأحكامها وكان الحظ إلى جانب الأس ميلان، فحينها لن تكون الريمونتادا مستحيلة. حاول ميلان العودة في أكثر من مرة، ولكن القائم وقف طريقه مرة والدفاع في مرات أخرى. شاركونا متابعين الأعزاء، من تتوقعون أن يمر إلى نهائي اسطنبول؟ أهو الإنتر أم سيكون لرفقاء بن ناصر رأي آخر في الإياب؟ وطيب الله أوقاتكم. في مواجهة إيطالية خالصة لم يسلم فيها نابولي من لدغات الروسونيري عن طريق النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر بهدف نظيف، الهدف الوحيد الذي سجل لم يحسم المباراة بعد، مما يعد بمواجهة نارية في موقعة الإياب على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، خصوصا في ظل المستويات الاستثنائية التي يقدمها أبناء الجنوب في الدوري الإيطالي. إذن هي ليالي الأبطال وحكاياتها تكون فيها الكلمة العليا لصاحب السيطرة والالتزام التكتيكي في الملعب. انقضت مباريات الذهاب في انتظار الإياب وما يبوح به. شاركونا متابعين الأعزاء بتوقعاتكم من سيمر إلى نصف النهائي من الفرق الثمانية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وطيب الله أوقاتكم.